السلام عليكم غالياتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مع اختكم شهرزاد. ان شاء الله راكم بخير والفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وصحه وعافيه وسلامه. نصلوا ونسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبداو الروتين تاع اليوم مع بعضنا. يا صباح المقروط، يا صباح المشكله، يا صباح لي بيراميد، ويا صباح المحنشه بالعجين. الله العظيميه. ان شاء الله راكم قاع بخير والفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير خياتي. والفيديو تاع اليوم عندنا موضوع جديد، ان شاء الله شاركوني ارائكم في التعليقات ونقراهم بكل اهتمام باذن الله. وقبل هذا كامل جبت لكم اليوم واحد البون بلون من اروع ما يكون. البولواغ هذا اللي راكم تشوفوا فيه مع لا بلاك تاعو ريزيستانس، يعني جات الشتاء وجاو الرياح. واش عندنا هذا البولواغ نسحقوه دائما، تمرقي بها اختي، تديري به تيزانات، بزاف هايل، بزاف براتيك في الدار. اللي عندهم لي بيبي تسخني الماء فيه، سيرتو هذاك الصغير تاع تيزان دوك نحكوا عليه فري بون بلون رائع من عند لاباج تاع ايكاليميناج. ارقام الهاتف راهم قدامكم، شهادة الضمان فيه، السعر تاعو راهو 930 ألف، ماشي 1,150,000 كيما رانا نشوفوا فيه في الصفحات. ايكاليميناج دايما يجيب لكم الاسعار المناسبة، وبيان سور مع التخفيضات للمشتركات مطبخ وتدابير شهرزاد. السعر تاع البولواغ هذا كومبلي بالباك، وهادو زوج لي بولواغ كيما نشوف فيهم راهو 930 ألف. ليفغيزون غراتوي ل 58 ولايه، يعني توصيل مجاني لكل ولايات الوطن. هذه هي حبيباتي. كيما راكم تشوفوا هنا انا عجبني بزاف، سيرتو هذا الصغير عبالكم دوكا بدا البرد والتيزانه ولات من الاولويات هكا كل يوم. رحمه والله، غير ما شاء الله عجبني، هايل البنات. راكم تشوفوا هنا فيه الضمان، وقلت لكم السعر تاعو راهو 930 ألف، توصيل مجاني لكل ولايات الوطن من عند ايكاليميناج. لاباج تاعهم نخليها لكم في صندوق الوصف. تيزانه انا وليت ندير لهم، نعمر هذاك الطاس، ندير الماء السخون، نحط التيزانه اي نوع حبيتوه وخلوه يحافظ لكم على السخانه. والبولواغ الجهه اللي منه راه يغلي الماء، تسمى ما شاء الله تبارك الرحمن. عندك بيبي تسحقي ديما الماء سخون، تحبي طيبي في الكوزينه، تحبي ديري نيسكافي، واش تحبي. المهم سرعه الغليان فيه ما شاء الله تبارك الرحمن. وانا هنايا خياتي، ها اختي اللي تبعوني ويعرفوني، شتوني السمانه اللي فاتت الورد، ها الورد. مهم نستعرض بكم، ربي يحفظكم. كاع في التعليقات قلتوا لي شهرزاد راح يجيب لك الدواره. نعم سيدتي، نعم، جابها. المهم جابها لي الحق مغسوله، ما عندي ما زعما ما نشتكي لكمش، ما نسيبكم. جابها مغسوله، زدت لها غير شويه، غليت الماء هنايا في الغلايه كما يقولوا ولا البولواغ، غليت الماء يا اختي وحطيتها. حنا ما نكرطوهاش جماعه، تنكرطوها ما نكرطوهاش في العيد الكبير نروحوا نضربوا. دوك رانا في ساير الايام، خلوني ناكلها كيما تربينا عليها ونعرفوها. ليسانسيال راهي نقيه فري نقيه. وشوفوا تالمو الماء يكون يغلي، في تحطيه يغلي اي تتقشر وحدها، لكن احنا ما نكرطوهاش سيداتي. هذيك الريح كمتها غليتها في قدره، غليتها نحيت لها دوك الرغاوي كامل، غليتها بفصتم وورقارند ما بانوا لكمش، ودرت شويه تاع الملح وخليتها غلات. ودوكا نقطعها ونقطع ديك الدواره وندوز الدواره تاعي عادي كيما مالف نديرها معاكم. هاي بكبوكه، عندي ملح، شويه فلفل كحل عكري، ونديرو شويه كرويه والثوم. هذه هي. كاين اللي يحب يدير قولوا لي نتوما الكمون، كل واحد كيفاش يديرها، لكن حنا نديروا لها الكرويه ونديروا لها شويه عكري، ملح فلفل كحل والثوم. كاين اللي يدير الدرسه، انا ما عنديش المهرزكم على بالكم بختكم، مي عندي الاشوار يافي بالغرض، يرحي لي كلش طريبيا وندوز نهضوك تشوفوا. راح نهضر في الموضوع يعني تتمه للموضوع تاع الفيديو السابق. الحاجه الاولى حبيت نريبوندي لواحد الاخت اللي قالت لي طحتي من عيني كي هضرتي على العجايز. شوفي اختي العزيزه، انا راني دايره محتوى طبخ ونمد همسات من مجتمعنا الجزائري وواقعنا الجزائري. انا ماني نستنى لا نطلع في عينك ولا نحبط، يعني رانا نمدو همسات وماني نقصد حتى انسان، نهضر بصفه عامه. المواضيع نتناقشوا فيها بصفه عامه، باش تجي تقولي لي طحتي من عيني. يا اختي انا عينك ماهيش لاسانسير نطلع ونطيح ونوض فيها. على بها اليوم في الخدمه ظهري قتلني بالسطر وثرنتك طحت من عينك. ها بالنيه معليش. المهم موضوعنا اليوم، بما انه هضرنا البارح على العجوزه،
والحمد لله هدرنا على العجايز. لو كان يعني العقول الراقيه تفهمني، هدرت على عجوزتي بالخير الله يرحمها. هنا مما يدل على انه ماشي كاع الناس كيف مديت مثال على العجايز اللي غيروا ولا يديروا مشاكل لعرايسهم، ولا بصح ما حددش انسان معين ولا ناس معينه، هدرت بصفه عامه. رانا كما قال ملي زدنا حنا نعرفوا المشاكل بين العجوزه واللوسه واللواسات والعرايس وكلش. اليوم نهضروا على العرايس سيدي، بكبوكه تعرفوها راكم تشوفوا في الوصفه ونهضروا. حتى العرايس ماهمش قلال، ما انا ما قلتش زعما العجايز ها فيهم وفيهم والعرايس ملايكه، لا كاين عرايس راهم يدخلوا متحزمين بالفاعي يا اختي. تدخل شغل راهي رايحه الحرب، ماشي راهي رايحه دير عائله. انا راني نشوف شي نساء برا يعلموا ولادهم يسبوا، هم يقراو مع ولادي، نسمعوا هكا حكايات، تضرب ولادها تعلمهم يسبوا. هذه هذه راح تدير اجيال. يا هل ترى هذه الام اللي قبيحه وزعما واعره وحاسبه روحها شاطره راح تربي اجيال؟ هذاك الجيل اللي كتربي فيه راح يدور عليك، وتلك الايام نتداولها بيننا. هذه هي الموضوع. كي نحكي في موضوع ما نقصد حتى واحد باش تجي وحده تقول لي طحتي من عيني ولا كبرتي في عيني، ربي يحفظكم. بصح كاين حاجه واسمها العقل الواعي، يعني رانا نهضروا بصفه عامه على مجتمع عربي ماشي زعما جزائري فقط، ماشي غير الجزائريين اللي عندهم ذي المشاكل. العالم بأسره يعاني من هذه المشاكل العائليه. حتى في الاوروب كي نجو نشوفوا شنو الاوروب شويه متحررين، الجان ولا الطفله غير يديروا 18 اوب هاو سكن وحده. لكن حنايا بما انه مسلمين ما كاش من هذه طفله صغيره تعيش وحدها ولا طفل يعيش وحده. نادرا ما تلقاي زعما الجان من الاخر غير عند المرفين بزاف اللي تلقاي داير لوليدو بارطمان منه من هذه. يعني كما قال ما نغطوش الشمس بالغربال، مي نعرفوا اغلب العائلات الجزائريه محافظين نكبروا مع الوالدين مع العائله مع لونطوغاج تاعنا به بكل مزاياه. هنا راني ندير في الخبز المنفوخ. يعني كي صورت الروتين عبالكم دواره لازم مطلوع ما تقولوا لي والو. ايا صورت معكم هكا بعض المقاطع، لكن الفيديو راني حطاته له البارح درته لكم، نهار الخميس حطيته لكم. يعني تحطوا زوج فيديوهات ولا تلقاوه. الا حبيتوه خليه لكم في صندوق الوصف الفيديو بكل اسراره تاع نجاح الخبز المنفوخ. هذه هي حبيباتي. المهم يا اختي العزيزه، كما قال انا كي نناقش معكم موضوع ما يعنينيش انا وما يعنيكمش نتوما بصفه محدده، انا نهضر بصفه عامه. وبالفعل رانا نسمعوا ونشوفوا كاين حكايات عرايس والله غير يدخلوا محرشين، شغل دخلت الضارب ولا راهي رايحه حلبة ملاكمه ولا تروح موجده روحها المشاكل. بالحاجه الاولى تفرض السيطره على الزوج، خاصة إذا كان هذاك الزوج يحبها ويسمع لها شغل من باب مع الأول تبدأ من باب الحب، زعما يحب مرته ويسمع لها. من بعد أختي تنقلب العقلية، من بعد يعادي كاع العائلة على جالها. والله أنا ديفوا نلقى كاين جروبات عبر الفيسبوك يعني راهم معروفين يحطوا بزاف فيهم همسات المعنيين بالامر، ساعات يكتبوا منقوله ساعات هكا. والله غير كاين بزاف مشاركات يقولوا لي ما عندناش فيسبوك ما عندناش انستغرام. واش وليت ندير؟ وليت نحاول ننقل الاحداث زعما بطبيعتها، نحط في المنتدى نتناقشوا في التعليقات على حاجه. هاي البارح حطيت على الراجل اللي ما ينفقش على مرته ويخزر النساء برا، باسكو تاع برا يشوفها شابه وبيان ستيكي والماكياج، تخسر مليون على وجهها، تخسر 2 ملايين على البروتين على شعرها وظفارتيها، ما نكذبوش. وفي الدار مخلي مرته مسكينه مشتاقه، خلوها بين قوسين. فهمتوني؟ تسمى لو كان انت يا سخونه تصرف على مرتك راهي خير من هذيك اللي تشوفها في الشوارع سيدي الفاضل. تسمى كون نجو نناقشوا المواضيع راهم بزاف. هنايا الكوكوطه كاين واحد الاخوات قالوا لي عندنا ما عرفناش نستعملوها. هاي ليكم سهله خياتي، الريغلاج تاعها تغلقيها منا، هاي تصفر. دوري هذيك الصفاره هكا وين شتوني دورت لو طون اللي يخرج لك كاع النفس، عاودي عبزي القفله تاع الكادنه محلوله. هذا ما كان اسهل منهم ما كانش. يعني لي كوكوط اللي راهم دوكا، وراني جبت لكم 2 لي كوكوط ان شاء الله قريبا نوريهم لكم من اروع ما يكون. كاين بزاف يقولوا لي شهرزاد جيبينا كوكوطات ملاح لرمضان ان شاء الله باذن الله، تعرفوني نسي باش نعاود نوريكم انا. هذه هي حبيباتي. المهم خياتي انا كي نقصر معاكم والله غير بكل عفويه وبكل واقعيه
وتعرفوني زعما مانيش تاع الكلاش ولا خاطيني كي نهضروا في موضوع ماذا بيا كيما نقولوا بالعاميه نتجاذب اطراف الحديث. يعني انت مدي لي رايك وانا نعطيك رايي، مش بالضروره انا لازم رايي يكون 100%. كيما البارح قلت لكم انا ان شاء الله ربي يرزقني بعروسه ونديرها كي بنتي. ايه نديرها كي بنتي باسكو جات طاحت في حجري، كيما قال جات من عند ميمتها وطاحت في حجري. بصح الا جات هي نيتها خبيثه، الا جات هي ماهيش ناويه الخير معايا، انا ما نقولكمش نربح لها العيب، ولا انا في وجه وليدي نحط حدود. مش معناتها كي نقول لك نحطها في حجري او كيفاه قال لك انا باللقمه الفم وهو بالعود العيني. الا جات نشوفها مرا متسلطه ولا ما على باليش وجنو نجبد روحي. مي الا دخلت بالنيه والله غير نعنقها بالنيه والريح ما يقيسهاش. اللي يصرى لبناتي يصرى لها، يا لو كان نشري بيستي لبنتي نشري لها بيستي، ما نفرسش ونروحوا ونولوا. الدنيا هذه مواقف، يعني الواحد ما يكونش عارف واش راح يصرى له مستقبلا. شوفوا سوا العجوزه، سوا راكي رايحه عروسه، سوا عجوزتك، سوا لواساتك، الواحد ما يجزمش الامر، ما يكونش عارف واش راح يصرى له. كانت ما الله يرحمها تقول لي الزواج كي الدلاعه حتى تحليها باش تعرفيها، يا حمراء يا بيضاء، انتي وزهرك، انتي والناصيه تاعك، انتي واش كتب لك ربي. تسمى هذه حاجه مفروغ منها، كل واحد مكتوب. هذه مكاتب، كيما كاين مكاتب كاين بنات ما شاء الله تبارك الرحمن، سجاوه وشطاره وظرافه وفحلات، ومازال ربي ما عطاهمش مكتوبهم ومازال ما تزوجوش. يعني هاد الدنيا هذه فيها هاك وهاك وهاك، كل واحد مكتوبه في هذه الدنيا. مازال ربي ما رزقهمش بالزوج الصالح، ان شاء الله ربي يرزقهم بالزوج الصالح اللي يكون لهم سند في الدنيا، ماشي اللي يكون ضدهم. المهم كما قال الحكايات هذو ما يحبسوش في فيديو واحد ولا، باسكو والله لو كان نبداو نحكوا في المجتمع تاعنا الجزائري وشكاين راح نديباسيو الموضوع تاع الروتينات. انا قناتي للروتينات ونزدنا دخلنا شويه همسات هكا، باسكو مهما كان الوصفات هذو ماهمش حصريين ولا اول مره ينداروا، هاكم تعرفوهم. هذه هي خياتي كيما شفتوني اليوم نهار المطلوع والدواره يا وخايتي، قلت ندير حويجه تاع قارص تمسح للقلب. درت لهم كيكه المول العجيب، حليت البلاكار قابلني قلت له روح هنا راني نحوس عليك. كيكه المول العجيب يعني من اروع الكيكات اللي سبق، ودرناهم بعده انواع، شوكولا فاني كراميل. المهم عندنا 3 حبات بيض، رشه تاع ملح، ملعقه تاع لافاني، وزدت عليهم كيما شفتوا كاس ناقص اصبعين تاع سكر عادي. نخلطوا الميلونج تاعنا مليح مليح مليح، ونزيد كاس ناقص اصبعين تاع زيت، نزيد وصي كاس ناقص اصبعين تاع حليب. عندي 2 اكياس تاع خميره كيميائيه نخليهم من بعد في الاخير نديرهم مع الزيت تاع السيترون، نخليه حتى الاخر باش تبقى لي هذيك الصافور تاعو الريحه نتاعو. هذه هي. والفارينه عندكم 2 كيسان والثالث ناقص اصبعين، تسمى 2 كيسان وفوق النص. فهمتوني خياتي؟ نوجد كاع الميلونج تاعي ونخلطو مليح. نسوبودغي المول تاعي، انا المول تاعي القطر تاعو 30 سنتيمتر، سوبودريتو كامل بالفارينه، دهنتو بشويه مارغرين، سوبودريتو بالفارينه، نحيت الفائض هذاك نتاع الفارينه. الفور راهو يشعل يسخن وانا نقول، ونحطها طيب على نار متوسطه 160 170 درجه هكذاك. خليتها طابت على عقلها، من بعد نقلبها جوست ما نحوها نديرو الكريمه نتاعنا. الكريمه تاني اسهل ما يكون، دوك تشوفوها معايا تجي كراف بنينه، كريمه تاع القارص. تحبوا ديروا شوكولا خدموا كريم باتيسير وكسروا فيها حبيبات شوكولا مع 2 مغارف كاكاو. تحبوها كراميل خدموا صلصه كراميل، كيما حبيتوا الاذواق كيما حبيتوا. انا القارص عمكم يزيد جاب لي كاجو لقاه 6000، كل ما يصلي في الجامع يلقى هذوك لي 404 تاع يبيعوها كالمندارين تشينا وكامل قارص. ايا ولا يجيب لي القارص هكذا. قلت دوك نبدا نوجدو رمضان ان شاء الله. نخبيه في الفريغو. شفت فلاتولي شافورده تخبي الحبه على حالها تكونجليها، وصح كي نجبدوه نخدموا به والله العظيم غير الريحه تاعو تقول تنحات من الشجره. وشنو طريقه الاحتفاظ؟ يعني انا غسلته مليح، غسلته باللافات نورمال، نقيته شللته قطرته مليح صفيته ونديروه في الفريغو. تحبوا في لي بواط، تحبوا في لي ساشي كيما قدرتوا،
واش عندكم ديروه. هذه هي حبيباتي. هنايا كيما راكم تشوفوا صايين نواسي المول تاعي، نفرغ كاع هذاك الخليط هكذا نحطو ونضرب هكا سنيوه باش يحبط لي كامل في الجهات، ومامطو هذوك الفقاعات كيما نقولوا لهم يخرج الريح من داخلها، يخرجوا هذوك الفقاعات يطلعوا، وندخلوه يطيب ونجبدو نقلبو. خليته حوالي واحد 27 دقيقة ولا تمتم وجد لي، ما فيهش الروح ماهوش كبير ولا. نقلبو هنايا ونخلوه يبرد شوية يدفى شوية. انا مقلقة تعرفوني، هيا نحيتو تمتم. نورمالمون خليه يعرق شويه. هنا طارت لي غير القشره، هاي ليكم القشره هذه شغل بقات شاده في المول، سينو ما يلصقش هذا المول. الكريمه كيما راكم تشوفوا هنايا، عندي كاس تاع عصير الليمون، وعندي كاس نتاع ماء، وعندي كاس تاع سكر، وعندي حبه بيض كامله. هاي ليكم الحبه تاع البيض كامله يعني بالصفار بالبياض. نبدا نخلط بارد في بارد، هنا ما ندوش فوق النار حتى نخلطوا كاع لي زانغريديون مليح مليح. خلطت الماء والقارص والسكر والبيض، نزيد عليهم 3 مغارف ماشي بيان بومبي، ماشي معمرين بزاف بزاف، مايزينا. نخلطوها هكذا وندوه فوق النار تبدا تخثر. اللي عندها عطر الليمون ديرو، باسكو انا مالف ندير عطر الليمون وشنو يعطينا اللون ومذاق، يزيد يقصحنا ويتباع هذاك اليوتيوب تاع 10000. كي خطرت لي هنايا درت مغرف تاع مارغرين، نهزها نحيها من فوق النار، ونروح ديريكتومون نفرغها فوق الكيكه نتاعي. الكيكه راهي دافيه والكريمه راهي سخونه، نفرغها. قلت لكم اللي يكون عندها عطر الليمون تعطي لك لون فري صفر. اني دايرتها فيديو وحده ولا في روتين، تكتبوا كيكه المول العجيب بالليمون شهرزاد تخرج لكم، مطبخ وتدابير شهرزاد. ايامين انايا ما خرجتليش هذاك اللون اللي فريمون صفر، درت سوبر كرام. سوبر كرام راني خدمتها معكم على 3 اذواق، خدمت لكم القارص وفراز وقيلا شوكو، خدمتها لكم ماشي العام اللي فات اللي قبله. وهذاك الفيديو يعني الحمد لله كاين ناس في الورشات يتخدم بهذيك سوبر كرام. من المهتمات قولوا لي، نخلي لكم الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف ولا نحط لكم في التعليقات ماشي مشكل. كما قال اقتصاديه هذه راهي دير 18 للباطا، من الفوق هكا شبحتها بالقارص وشويه ورق نعناع وهذاك الكاوكاو اللي حسب روحو بيستاش، ديما نقولها لكم. هنا النعناع دبال، علاش؟ باسكو الكيكه حتى الغدوه من داك باش قسمتها، كي جيت السبت رايحه للخدمه تفكرت باللي ما قسمت لكمش الكيكه، وتاني خدمتها في الليل، خدمتها زعما الجمعه في الليل، خدمتها وقيله 11 تاع الليل. هيا خليتها الغدوه من داك وصورتها لكم. ومن بعد في نهايه المطاف كيما يقولوا درت تيزانه لينا راهي في حاله مريضه، غدوه ما تروحش تقرا لحد باسكو راهي كاو بلا قريب. حكمتها دوشت الخميس الجمعه والسبت خدمت، كيما خليتها فيه مكسله جيت الحشيه صرتها مكسله، راهي في حاله ربي يشفيها ويعافيها. هذا هو وقته المرض وقته. قلت لكم هذا الطاس هذا ولا البلواغ هذا الصغير، درت الزريعه تاع البسباس كنت غسلتها، ودرت خصان تاع نعناع، حطيت الماء سخون البنات باسكو هذا الجهه منه يغلي ومنه يحافظ لك على الحراره، تسمى تشع عليه كيما تحطي هذيك التيزانه تاعك تبقى سخونه. ودرت لها هنايا براج تاع قارص ودرتها لها بالعسل هكا تشربها وترقد، عسى ان شاء الله تصبح غدوه ان شاء الله بخير ومليحه. ونتمنى من بعض الاخوات ما يهاجمونيش في التعليقات، انا كي نحط موضوع والله ما قصدي مشكل ولا، قلت لكم هذو مشاكل عائليه يصراو، انا من قلب العائلات الجزائريه، انا اختكم وبنتكم ويماكم، ماشي باش ندير موضوع نحكوا فيه حتى نعيشوا كما قالوا العجايز نتفاتنوا ولا، كل واحد يعرف قدره. ومازال جايين همسات واحد اخرين ان شاء الله في الواعر. نحبكم بزاف، تهلاو لي في رواحتكم، تلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.